صوروا مراته معاهم في وضع مخيف. تفاصيل وكواليس جديدة في واقعة إنهاء شاب لحياة زوجته وشابين آخرين في محافظة سوهاج. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. احنا موجودين بنرصد لحضراتكم كواليس وتفاصيل جديدة والتفاصيل الكاملة لواقعة يمكن هي الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات القليلة الماضية. خليني أقول لحضراتكم إن أغلب الناس أو أغلب الشارع المصري بيتكلم عن الواقعة وبيسأل عن تفاصيلها وبيسأل عن كواليسها. كون ان زوج يقطع اجازة مخصوص علشان ينهي حياة مراته، ايه اللي حصل؟ تعال اقول لحضراتكم ايه اللي حصل من البداية للنهاية. اللي حصل من البداية للنهاية هو ان زوج طبعا انهى حياة زوجته وشابين اخرين. اثارت تساؤلات، الرواية دي اثارت تساؤلات ناس كتير بتسأل ليه عمل كده، ايه اللي حصل، ايه اللي دفع في ان شاب محترم وشغال في الخارج يعمل كده في مراته واثنين تانيين. علشان تكشف لينا التحريات وحوالين الواقعة تفاصيل وكواليس مثيرة وهي كواليس الواقعة. خلينا اقول لحضراتكم ان الواقعة بدأت ان في شاب كان متجوز من واحدة من 13 شهر، ومن 13 شهر بعد ما اتم جوازه بيها قرر بعدها بفترة ان هو يسافر للخارج لدولة ليبيا بالتحديد علشان يشتغل ويعمل فلوس وعلشان المعيشة. اللي ما كانش يعرفه ان في الوقت ده تحديدا مراته بدأت تعرف شخص ميكانيكي موجود في مساكن الشوش في محافظة سوهاج. في الوقت ده اول ما مراته عرفت الشخص ده، طبعا كلمة ورا كلمة همسة ورا همسة، الشخص ده استغل غياب الزوج وبدأ يدي شوية حنان ويدي شوية عطف على الست دي علشان من خلال ده كله يتمكن من ان هو يبني علاقة آثمة او علاقة غير شرعية معاه. وبالفعل تمت العلاقة الغير شرعية معاهم هما الاثنين. وفي الوقت ده تحديدا بعد ما تم العلاقة الغير شرعية خدنا الى حديث جانب يمكن هو اكثر اثارة للجدل، وهو ان الزوج او الشخص نفسه العشيق ما اكتفاش بان هو على علاقة بالست دي وان هو بيقيم معاها علاقة، لا، الموضوع اخذ منحدر تاني، وهو ان الشخص ده بيعمل بيصور فيديو او بيوصل فيديو للعلاقة الآثمة اللي بين الشخصين اللي بينهم يعني. وفي الوقت ده بعد ما صور الفيديو وانتقل من المكان اللي كان موجود فيه مع الست، إذ بعد فترة مش كبيرة قرر ان هو يدخل صاحبه على الخط. وده ازاي؟ ده عن طريق ان هو كلم الست نفسها وقال لها يا ست الكل، يا اما تقيمي علاقة غير شرعية مع صديقي، يا اما انا مش هسيبك وهفضحك وهطلع الفيديو اللي انا متصوره انا وانتي وهنشره على النت. الست دي طبعا خافت وقررت ان هي فعلا تقيم علاقة غير شرعية مع الشخص ده، واقامت علاقة غير شرعية معاه. ولكن اللي الشخص الثاني اقر بيه وعمله زي صديقه الاولاني هو انه صور برضه علاقته بالست دي فيديو. ومن خلال الفيديوهات دي بدأت عمليات ابتزاز وتهديدات للست، يا اما تدينا فلوس يا اما هنفضحك، يا اما تدينا فلوس يا اما هنقول له جوزك، يا اما تدينا فلوس يا اما هنخلي عيشتك هباب. وبالفعل الست قدرت تجمع مبلغ مالي قدره 50,000 جنيه. 50,000 جنيه ما كانتش كافية علشان المتهم وصديقه يقفلوا بقهم ويشيلوا الفيديوهات دي للأبد ويستروا الفعل اللي هم عملوه، لا، تمادوا في الفعل وقرروا ان هم ياخدوا الواقعة لمنحدر تاني. قرروا ان هم يبختوا الزوج بعد ما خلاص استنفذوا كل الحلول مع الست. الست مش راضية تبعت فلوس ولا هي معاها فلوس تقدر تبعتها ليهم. وفي الوقت ده كلموا جوزها اللي متواجد وشغال في دولة ليبيا. وفي الوقت ده جوزها اللي موجود في دولة ليبيا قرر ان هو خلاص ازاي مراتي تعمل كده. وكان محتوى الرسالة اللي بعتها المتهمين او التهديد اللي بعته المتهمين هو ان يا تبعت فلوس يا اما نطلع فيديوهات احنا متصورينها واحنا نايمين مع مراتك ووضع مخل. وفي الوقت ده الزوج اثارت رجولته ذريعة الانتقام من الست اللي هي مراته والشخصين، وقرر ان هو يقطع اجازته بعد 13 بعد فترة كبيرة ما كانتش لسه جت اجازته في دولة ليبيا، وقرر ان هو ينزل
ويغسل عاره. وفي الوقت ده فعلا نزل واعد سلاح ابيض سكين، وقرر اول حاجه ان هو يطلع على الشخص اللي هو الرئيسي اللي عرف مراته في الاول، وفعلا طلع عليها الراجل ده ونحره تماما وانهى حياته وفصل راسه عن الجسد. خلينا اقول لحضراتكم ان دي ما كانتش الجريمه الاولى او نهايه الجريمه، لا ده خدنا لمنعطف اخر وجريمه تانية قرر ارتكابها في نفس ذات الساعه. طلع في نفس ذات الساعه بالجوار مكان تواجد صديق الشخص اللي كان عشيق لزوجته، وقرر ان هو ينهي حياته ويجز تماما عضو الذكر. وفي الوقت ده لم ينتهي المطاف بالجريمه هنا، لا خلاص انا خلصت المتهمين وانهيت حياه المتهمين، هطلع بقى انهي حياه مراتي. وده فعلا كان تفكير المتهم، وقرر ان هو يطلع على البيت وينهي حياه مراته تماما عن طريق عدد من الطعنات. وبعد ما خلص كل ده نزل الشارع وبمنتهى الهدوء قال انا غسلت شرفي وخدت حقي بايدي. وده كان رد فعل للمتهم عن الثلاث جرائم المتمثلين في جريمه ارتكبها في لحظه واحده. خليني اقول لحضراتكم واخدكم لتفاصيل تانية، تفاصيل الاهالي. كلكم طبعا بتسالوا ايه اللي حصل، ازاي حاجه زي دي تحصل، ايه البشاعه اللي احنا وصلنا فيها. وبالفعل ده تم تسطيره على الاهالي وعلى الاقارب للمتهمين والضحايا او الضحايا اللي فارقوا الحياه. وفعلا المتهمين الاثنين والست اهليتهم، يعني اهليه الاثنين المتهمين والست الزوجه ما رضيوش يتسلموا جثامينهم. وبالفعل الاهالي ما استلمتش الجثامين علشان تدفنهم، لا ده قرروا ان هم يسيبوا الجثامين، والاجهزه الامنيه هي اللي تولت ده وقررت وتم دفنهم بعد يعني ما تم تشريحهم لبيان اسباب الوفاه واخذ الصيغه التشريحيه التي تخص جهات التحقيق المختصه. وبكده نقدر نقول لحضراتكم ان دي كانت اكتر او اغلب التفاصيل والكواليس لاغرب جريمه احنا شفناها خلال اللحظات القليله الماضيه. جريمه هي الاكثر بشاعه، جريمه هي في الاغلب حديث الشارع المصري وحديث كل المصريين. كل الناس بتسال ايه اللي حصل وايه الحكايه وايه الروايه لجريمه مساكن شوش في محافظه سوهاج. ودي كانت التفاصيل والكواليس الكامله لتلك الجريمه اللي كان بطلها شخص شاف ان هو بانهاء حياه الثلاث متهمين دول ان هو كده بيغسل شرفه، وان هو كده بينهي مأساة كبيره ما كانش هيقدر ينهيها ولا يخلص عليها غير من وجهه نظره او بالشكل اللي هو شايفه.